أسعد الله مساءكم بكل خير، تحشكم زوزوسكم هذا الوجه الجميل اللي يجيب العافية. مساكم جميلة الجميلات وجلة الجلات، مساء الحب، مساء الجمال، مساكم رضا وطاقة، ومساكم خير يا رب من هذا وجه الخير. مساكم هذا الجمال اللاتيني، هذا الجمال البرازيلي، مساكم هذا الكيك الجميل، ومساكم حب، ومساكم طاقة وخير من هذا وجه الخير. والله مشاهدي قناة ياقوتة تيفي، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما عارفين بسمة بوسيل وتامر حسني اعلنوا على الطلاق ديالهم، وبزاف ديال الناس بقاو كيقولوا السبب هي جليلة. فاليوم جليلة غادي توضح وغادي تعطي التفاصيل حول هذا الموضوع. ففي هذا الفيديو ما غاديش نشوفوا اراء الناس او شنو كيقولوا المتابعين ديال بسمة وتامر. بالعكس غادي نشوفوا جليلة اللي غادي تخرج بتصريح، غتخرج بفيديو وغادي تفسر لكم من الاول حتى الاخر شنو علاقتها بتامر حسني، وواش هي السبب او لا ماشي هي السبب. ما غاداش نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو. طبعا عارفه اني تاخرت عليكم، بس فعليا البارحه رجعت متاخر وانتم كلكم كنتوا نايمين اتوقع يعني، فكان راح اطوفكم بسنابي. anyway انا عندي اجتماع ساعه ان شاء الله، اخلص اجتماعي واوضح لكم كل شيء ان شاء الله. راح اسولف معاكم وراح اقول لكم الموضوع اللي انا وعدتكم فيه البارحه باذن الله، ان انا راح اتكلم عنه بالتفصيل علشان يكون واضح للجميع. ما راح اقول اكثر، اوكي؟ بعد ساعه ان شاء الله اكون خلصت اموري، و راح اكون ان شاء الله انا يعني حددت كل شيء وحطيت النقط على الحروف، وخلاص بعد هذا راح يكون جد السناب والبيان الرسمي لاي سؤال انتم قاعدين تسالوني اياه. ما تمشيوفين لانه كانت عطاتكم موعد على انها غادي تخرج وتهضر في فيديو، ولكن بزاف الناس ما رجعوش شافوا. وانا اليوم من خلال ياقوتة تيفي جبت لكم الفيديو اللي غادي توضح فيه جليلة كل شيء كيف ما قلت لكم. انا خليت اصحابي ينزلون اوكي، وكثير قاعدين يقولوا لي جليلة ما تكلمتي، جليلة ما تكلمتي. جاء الوقت اني انا اتكلم، بس اريد اقول لكم شغله واحده وبليز ركزوا معاي. وانا مو مضطره ان انا اطلع بهذا الفيديو اذا انا مو صادقه، وانتم عارفين ان انا انسان اللي بقلبي على لساني. طول حياتي بالسوشيال ميديا عمري ما خبيت عليكم، عمري ما كذبت عليكم. في كثير مشاكل حصلت لي لان انا اللي بقلبي على لساني ما اخبي عليكم شيء. يعني انا علاقتي فيكم اصلا علاقه، يعني انتم اخواني، انتم اهلي، انا مو علاقه وحده مشهوره ومتابعين. فاللي حابه اعلق عليه انه يا جماعه اللي مدخلين اسمي بالموضوع الاخير اللي صار مع الفنان تامر حسني، أنا الفنان تامر حسني أحترمه على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد الإنساني، أوكي؟ وهاي بالنهاية قسمة ونصيب، وأنا ما لي أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد يا جماعة. والله العظيم إن أنا حالي حالكم كنت نايمة، فأنا حالي حالكم كنت نايمة، قعدت من النوم أقسم بالله قريت الخبر. يعني أنا ما لي أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وإذا زواجهم فشل فهذا أنا مو ذنبي، هذا يعني شيء من رب العالمين. وبالأول بالآخر أنا أتمنى لك كل التوفيق وأكن لك كل الاحترام والتقدير وأعزه، والله يوفقه يا رب. وبالنهاية يعني رب العالمين ما يجينا إلا بالخير، يعني رب العالمين لا يأتي إلا بالخير. وكل شيء صار معانا سواء معاه ولا مع غيره ولا مع كل شيء خير لنا. فبس حبيت اوضح انه انا ما لي اي علاقه بالموضوع، وانا مو سبب من اسباب الطلاق. وانا هذا الشيء قلت لكم اياه من اول، ما اريد ارجع اعيد وازيد. فبليز طلعوني من الموضوع، انا ما لي اي علاقه، والله يوفقه ويوفق الجميع يا رب. ثاني شيء للصحافة الصفراء، للمواقع والبيجات الغير محترمة اللي قاعدة تنزل شغلات أنا مو قايلتها، يعني قاعدة تسوي في صورة فوتوشوب إن أنا منزل ستوريات وقاعدة أشمت وقاعدة أرقص وقاعدة، مو فاهمة إلى متى يعني جد إلى متى؟ يعني أنتوا قاعدين تحاولون تجيبون فيوز ومشاهدات على حسابي. طيب أوكي ما اختلفنا، طلعتوا قلت هاي فوتوشوب ومو أنا وعيب وكذا 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 وحسبي الله ونعم الوكيل. طيب أنا لما أطلع كل يوم أنا أطلع بسيارتي أشغل أغنية فرحة جليلة شمتانة، جليلة عيونها شمتانة، جليلة شعرها شمتان، جليلة رموشها شمتانة، عيونها مدمعة، عيونها فيها لمعة فرح. والله عيب، والله العظيم عيب.
ترى بالاول بالاخر انا انسانه احس، يعني بالاول بالاخر انا اشوف تعليقاتكم ازعل لما اشوف احد قاعد يسبني يقول لي انت السبب بخرابه البيوت وانا مالي اي علاقه، فحسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان. طيب، وبخصوص اللي قاعدين يتكلمون عن شرفي وعرضي ويسبوني وما خلوا مسب علي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تكلم وشتمني وتكلم بعرضي وبشرفي، وعند الله تجتمع الخصوم. انتم خصومي امام رب العالمين ان شاء الله، مو محللتكم. هذا واحد. ثاني شغله، هم في مواقع وفي بيجات انستغرام وفي قاعدين يحللون لغة الجسد، اني انا مثلا قاعده اسوق السياره واسمع اغنيه مثلا لعمرو دياب، شوفوا كيف فرحانه وشمتانه. انتوا شنو؟ ما عندكم شغله غير جليله؟ ما عندكم حياه؟ ما عندكم يعني اقسم بالله قاعده اشوف عني اشياء انا اول مره اشوفها، يعني مو اول مره اشوفها، يعني قاعده استغرب من اشياء قاعدين تالفونها. عشان شو؟ عشان فيو؟ قسما بالله ايش في؟ اهدوا. وبخصوص اللي قاعدين يتكلمون عن شرفي وعرضي ويسبوني وما خلوا مسب علي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تكلم وشتمني وتكلم بعرضي وبشرفي، وعند الله تجتمع الخصوم. انتم خصومي امام رب العالمين ان شاء الله، مو محللتكم. هذا واحد. ثاني شغله، هم في مواقع وفي بيجات انستغرام وفي قاعدين يحللون لغة الجسد، اني انا مثلا قاعده اسوق السياره واسمع اغنيه مثلا لعمرو دياب، شوفوا كيف فرحانه وشمتانه. انتوا شنو؟ ما عندكم شغله غير جليله؟ ما عندكم حياه؟ ما عندكم يعني اقسم بالله قاعده اشوف عني اشياء انا اول مره اشوفها، يعني مو اول مره اشوفها، يعني قاعده استغرب من اشياء قاعدين تالفونها. عشان شو؟ عشان فيو؟ قسما بالله ايش في؟ اهدوا. فاشوف اشياء عن نفسي على التيك توك ولا على تويتر ولا على انستغرام والسوشيال ميديا بشكل عام، يعني ما شاء الله علي، انا صح اني انا اسم، وصح انه انا اجيب ترند، وصح ان انا اجيب فيوهات بالملايين، والارقام تشهد باليوتيوب وبالبرامج اقوى ترند واقوى فيو هو الجليله، اوكي؟ حتى بالتيك توك بالملايين ما شاء الله. صح انه انا اسمي كبير ما شاء الله، مثل ما نقول في المغرب طبوزي كبير بزاف، اوكي؟ بس مو لهالدرجه خلاص. قلت لكم ما لي علاقه بالموضوع. طلعت صرحت في موقع القاهره 24 هو اكبر موقع بمصر، تمام؟ ما فهمتوش، ما استوعبتوا. فانا الحين قاعده اقول لكم ما لي علاقه بالموضوع. الله يوفق الجميع. وارجع واقول تامر انسان احترمه على الصعيد الانساني وعلى الصعيد الفني، والله يوفقه وان شاء الله يا رب. واكيد هذا في النهايه خير لهم، ورب العالمين رب الخير لا ياتي الا بالخير بالاول.